ازاي تعرفي ان الطرف اللي قدامك عايز يفركش من العلاقه؟ بيعمل حاجات من علم النفس بتبين لك ان الشخص ده عايز يبعد، عايز يسيبك، بس الموضوع يجي منك عشان هو كويس ما بيسيبش بنات الناس. مش هقول لك بقى تستاهلي واحد احسن مني ولا الكلام ده كله، هقول لك هيعمل ايه بالظبط خطوه خطوه تعرفي منها ان هو عايز يفركش من العلاقه دي. وقت ما يحب يرجع انت تعرفي ازاي ان الشخص اللي قدامك عايز يفركش، عايز يطفش من العلاقه، بس بيجيبها لك ان انت السبب، انت اللي وحشه مش عارفه تفهميه. هتلاقيه اول حاجه بيفتعل معاكي المشاكل، يعني غيره غير مبرره، بيغير بشكل اوفر من اي حد ما ينفعش يتغير منه. يعني ما ينفعش يغير مثلا من باباكي، من اخواتك، فاهمه؟ اللي هو بيحط لك العقده في المنشار. هوب لقاكي ما استجبتيش للخدعه، شروط وافقتي عليها، غيره الغير مبرره وطوعتيه وخدتيه على قد عقله. من حبك ليه مثلا فكرتي تريحيه، هتلاقيه حط لك شروط تعجيزيه عشان يكمل العلاقه، والشروط دي للاسف هتبقى غير منطقيه. سي بقى عليه حاجات كتير قوي، هتلاقيه اتغير في المعامله، حاجات كان بيحبها وفجاه ابتدى لا 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 مش مقتنع، لا 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 مش عجباني. هتلاقيه طول الوقت بيسالك لو انت وافقتي على شروطه الغريبه مش منطقيه، فبيقول لك ايه ده؟ هي دي مش خدعه؟ اوعي يكون ده كمين. يعني انت بجد موافقه؟ يعني انت هتسيبي حياتك ودنيتك وناسك واهلك واصحابك والحاجات اللي انا قلتها لك اللي هي اساسا لا يتخيلها عقل، يعني فرضا، وهتوافقي على اللي انا قلته لك؟ فانت تقولي له طبعا انا عندي شغله منك، انت بتتكلم في ايه يا راجل؟ ده انت الحب هيزود في الشروط التعجيزيه دي، وطول الوقت انت بتوافقي عشان تكملي العلاقه، فاكره ان هو بيغير بيحب باقي عليكي، هيبقى مستغرب. يا بنتي ده كمين؟ انت متاكده ان انت هتوافقي على الشروط الغريبه اللي انا نفسي مش هوافق عليها دي؟ يعني فاهمه؟ عايز يقول لك كده بس مش هيقدر يقولها. فتقولي له انا ما عنديش اغلى منك، فيبدا يزود العيار. ما هو خلاص، ما انت ما جيتيش من اول ليفل، فلازم ليفل الوحش يديكي الشرط التعجيزي اقوى. تستحملي لحد فين؟ مش عشان يشوفك زوجه هتنفعي المستقبل ولا لا، لا، ده عشان يشوفك هتطفشي بعد انهي ليفل. هتقولي له لا 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 انا مش عايزه العلاقه دي، انت زهقتني، وحشه، مش باقي عليا، مش خايفه عليا، انا كنت هبيع الدنيا كلها واشتريكي، بس انت سبتيني عشان اي حاجه. انا بجيب اخرك في الصبر، بيضغط عليكي بحبك، فتبتدي توافقي طول الوقت على استنزافه ليكي بشكل غير معقول، الاستنزاف اللي هيأذيكي نفسيا بعدين، ويبقى بعد كده كارت ضغط بالنسبه لك. ما انت خلاص بتوافقي على اي حاجه، ما ينفعش تقولي بعد كده لا، حتى لو طلب اي طلبات مش معقوله ما ينفعش. انت بتحبيني وانا بحب البنت اللي بتسمع الكلام كده، يبقى انت جيتي بظهرك يا شاب. تاني سبب، عشان هو الباشا شايف له شوفه تانية، في حد تاني في حياته، في ارتباط تاني مراكنه على جنب كده، وقال ايه اشوف ده هتعمل ايه. وعايزك تجيبي اخرك وتنفجري فيه وتقولي له لا، ايه الهبل والشروط والكلام الحاجات اللي انت بتقولها دي، انا مش موافقه. يقول لك احنا مش هينفع نكمل مع بعض، للاسف ما ارتحناش، ما اتفقناش، حاسس ان انا يعني مش اولوياتك وانا كنت حاطك اولويه. هوبا يلف لفته بضمير مرتاح، مفيش بقى ما تقدرش تسالي مثلا يا ترى انت كنت فين، ما تردش عليا ليه، كلم مين، رايح فين، ما تردش ليه، لا انسي. ولو قفشتي يقول لك انا حاولت انساكي بس ما عرفتش، او كنت بحاول انساكي بس ما قدرتش. ياخد وقته، يلف لفته، ياخد على قفاه معنى اصح، ويرجع لك، يبقى سهل الرجوع. ايه بقى يرجع لك؟ رجوع تكتيكي مخطط. هيقول لك مثلا ايه؟ ما عرفتش اشوف غيرك في البعد، ما قدرتش انساكي، الايام ما كانتش بتعدي من غيرك. وهو كان بيتشقلب بس لازم يقول لك الكلمتين دول عشان عارفك ان انت ضعيفه من ناحيته وكنت بتوافقي على شغله. مفيش واحده عقلها، بس لا انت بتحبيه، فيرجع يقول لك حبي ليكي اقوى من اي شروط، انا موافق على الحاجات، هاجي على نفسي وهتنازل عشان اكمل معاكي في العلاقه. وانت تشربيها وبالهنا والشفا يا اختي. استناكم، نسرين العمري.